أهلا ومرحبا أصدقاء عناوين ومع حلقة جديدة في هذا البرنامج والذي يصحب. فالتأثير في البيئة نفسها بغض النظر، يمكن بعض الناس يعني باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم. أنا أؤمن أن الإنسان أو البشر الكائن البشري خلق هل الكاتب يتأثر يعني بالبيئة؟ أهلا ومرحبا أصدقاء برنامج عناوين، عدنا إليكم بحلة جديدة ووجه جديد بين رفوف الأدب. رحبوا معي بالضيف الكاتب الشاعر راشد الهنداسي. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا. أولا تشريف وجودي معكم. شكرا. وتواجدي توقا لهذا البرنامج، وكان من فترة، وأنا فعلا فخور أني أكون من ضمن صفحات هذا البرنامج. شاكرين لك تلبية الدعوة. عرفنا عن نفسك أستاذ راشد. والله هو كان كافي موضوع الكاتب والشاعر، ولكن يعني حياتيا أو وظيفيا أنا محاضر في الكلية العسكرية التقنية من فترة جدا وجيزة، وكذلك عندي بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة سلطان قابوس، وماجستير في الإدارة من جامعة بيدفوردشاير البريطانية، وكذلك بعض من الشهادات في التدريب والتحفيز. ما شاء الله. نعم. أستاذ راشد، دائما يقال أن ضدان لا يجتمعان، لكنك اليوم على منصة الحياة جمعتهما معا فأصبحت مزيج من الشعر والنثر، فأيهما تتنفس روحك أكثر؟ جميل جدا، سؤال هذا عميق. أنا أؤمن أن الإنسان أو البشر الكائن البشري خلق بمزايا عدة، وتعدد المهارات لا يفسد من قدراته، واكتسابه لأشياء جديدة يفتح مجال كبير وآفاق أكبر للتعلم. فأحيانا أو الخطأ اللي يسقط فيه بعض من الناس يحيط نفسه بدائرة من الأهداف المغلقة. أنا ضد ذلك. فمسألة أنك تكتب في الشعر أو في النثر أو في أي جانب أدبي فهو يعتبر أدب. فالجانبين بالنسبة لي أنا ما فيهم تضاد أبدا، لأن ترجمة لفكر معين بطريقة وقالب مميز. ممكن أني أنوه الشغف الأعمق الأقوى في ممكن كبداية هو الشعر، يعني بداية أو مثل ما يقولوا شرارة الطموح أو الشغف هو الشعر كمهارة. بعد ذلك تجارب الحياة، استمدادك لثقافة معينة كان في وظيفتك أو عملك أضاف لي النثر. كيف ممكن اليوم تتحافظ على هذا الشغف من وجهة نظرك أنت كونك شاعر وكاتب نثر؟ أنا يمكن عندي مبدأ هو مسألة الشغف في أشياء معينة. يعني مثلا أنا ما من الأشخاص اللي يكتبون مثلا اليوم أريد أكتب في موضوع معين، لا، إحساسي في ذاك الموضوع ومدى تأثيره وقيمته للمستمع أو للقارئ، إذا كان نعرف القارئ لقراءة الكتب، هو اللي يثير فيني شغف أو شعور الكتابة، كان نثر أو شعر على حسب الفكرة نفسها. فالفكرة من الأساس أحسها هي يعني أساس أي إبداع أو أي كتابة أدبية. ربما أنت يعني مهدت للطريق عشان أسأل السؤال الثاني. يعني دائما هناك سؤال يتراود للجميع، إنه الحياة الكاتب لما يكتب، هل ما يكتب هو انعكاس لمرآة حالنا نحن ككتاب؟ كل ما تكتب يمثل حالك، تصف نفسك بلسانك؟ جميل. هذه القناعة قناعة سائدة، وحلو سؤالك، لأن فعلا أحس إنه ودي أصححها. القناعة ذي أنا أحسها قناعة محدودة جدا. اتفق. فإنك أنت يعني تكتب شعورك هذا شيء خاطئ، لأن في أحيان في يعني مواضيع عدة
ما يحتاج انك انت مثلا تقول انا لازم يعني اشعر واحس واوصل المعلومه. في معلومات جدا عاديه ممكن توصلها بطريقه، يعني مثلا خطوات شيء او خطوات حاجه، أحياناً تصف موقف، أحياناً تصف شعور إنسان، أحياناً تصف حكاية. الكتابه نوعان، انا بالنسبه لي ابداع او احساس خلينا نقول، وابتكار. ربما انت تبتكر مثل ما تبتكر او الاختراعات بشكل عام، ابتكار فكره حورها لشيء معين صنعها بهذا الشكل. فما دائما انه يعني يكون انعكاسك انت. يمكن انا اليوم مثلا استاذه اشواق كلمتني عن موقف حصلها بحياتي، وحصل وتاثرت فيه ووصلني الفكره مالها، ووصلني شعورها كان بألم او فرح او غيره. فمن يعني من احساسها هي انا كتبت القصيده. هي ملامسة شعور بالضبط، يعني ربما انه يكون الاغلب ملامسه شعور، ما لازم الشعور يعني حزين او لا، حتى شعور الفخر، النجاح، الانجاز تقدر تكتب عنه. يعني من وجهة نظرك، هل الكاتب يتأثر يعني بالبيئة؟ مدى تأثير البيئة أنت كونك ككاتب؟ 100%. يعني البيئة أنا يمكن تثقل أم كان لها آثار إيجابية سلبية؟ لأنه بعض يعني تختلف البيئة. ممتاز. إما ترفع وإما تسقط. ممتاز. هو التأثير بدون لا نحدده كان سلبي أو إيجابي، يكتب في الحالتين. يعني ياما ناس أبطال في الكتابة ويعني لهم دواوين أو لهم كتب، فلما تقرأ مثلا قصائدهم أو أدبهم تشوفه من رحم المعاناة مثل ما يقول. فهذا تأثير سلبي في وجهه. بالرغم الجهة الأخرى أكيد في ناس يعني تكتب وأبدعت في مجال الإنجاز والفرح وما شابه، وهي سلسلة أصلا متكاملة. فالتأثير في البيئة نفسها بغض النظر، يمكن بعض الناس يعني الصورة النمطية للبيئة هي كشكل، لا أنا ما أتكلم البيئة كشكل، أتكلم البيئة بكل ما حولك من أشخاص، من عامل جغرافي، من عامل اجتماعي، من عامل اقتصادي، كل هذه العوامل تنصب في موضوع البيئة. إذا أنت تتفق أن البيئة هي المعيار الأساسي في صقل شخصية الكاتب؟ وأنا أحس ما في معيار آخر، الوحيد، لكن بشتى عوامله. يعني سواء مثل ما قلت كانت إيجابية أم سلبية. يعني لو أنا قلبت السؤال، إذا ما كانت البيئة المؤثرة وش اللي يأثر؟ أكيد ما في. يعني أنت تتفق أنه البيئة أكثر من العامل النفسي أو الشخصي؟ ما هو كيف وصلك العامل النفسي إلا البيئة؟ البيئة طبعا. فالبيئة أنا مثل ما قلت وحتى شرحت لك النمط، الصورة وصورة البيئة للناس هو المكان، البيت، الشوارع. لا، أنا أقصد الجانب الجغرافي، الاجتماعي، الاقتصادي، النفسي، بشتى أنواع، كل هذه تعتبر بيئة. حدثنا عن تجربتك في جانب الشعر باللغة الإنجليزية، وهذا الشيء اللي شدني في الكتب. ممتاز. اللغة الإنجليزية هي مهارة، وبعض الناس ممكن يشوفوا أنه هو علم. أنا ما أشوف أنه علم، هو مهارة تكتسب فعلا. كان تدرسها، كان تتعلمها، أو بشكل أو آخر على حسب الحاجة. ليش سميتها مهارة؟ مهارة هي مهارة تحدث، يعني هي اكتساب مهارة ممكن تتعلمها كأسس، وممكن تكتسبها كمهارة أنت تتعامل فيها. يعني ما يصير إن ما تتعلم الكلمات أو تتعلم معانيهن، تكسبها كمهارة للتحدث، فهي اثنين في واحد. فمهارة اللغة الإنجليزية يمكن عامل أساسي وهو تخصصي كدراسة في اللغة الإنجليزية في جامعة سلطان قابوس، 5 سنوات بكالوريوس، أعتقد كافي أن تكون لك يعني عامل مهم يأثر فيك، حضور قوي. بالضبط، لأنك تحتاج تنجح. فلو ما عديت التخصص هذا أنا ما استفدت أصلا. فكان الهدف النجاح والتحدي اللغة، فمن باب أولى أن أنا أعديها. فصار كثر ما أتعامل مع اللغة ونرجع لموضوع البيئة وسيادتها للمرحلة ذيك، صار لي شغف، صار لي هاجس، صارت مهارة أني أنا أقتنيها. بعد ذلك انعكست بجانب أو بشكل أو آخر على الكتابة. رسالة أخيرة مختصرة في كلمات بسيطة توجهها اليوم لهذا الجيل، لإنشاء جيل
ربما أنت ما تتفق معي لو قلنا جيل قارئ، لكن على الأقل يكون جيل مطلع يعني للناحية الأدبية، كون إنه نحن في هذا البرنامج هدفنا نبرز الكاتب العماني. ممتاز. هذه القناعة أنا ما أعرف إذا وصلت للكثير، وأنا تكلمنا في قبل الحلقة. القراءة بالنسبة لي أنا ليست قراءة الكتب فحسب، يعني خلي خطين تحت كلمة فحسب. الكتب طبعا ورد، لا شك أن يقوم بدوره الفعال في التدريس، عالم لا منقطع ولا منتهي. أكيد، لأن لو أنا مثلا أقرأ الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذا التعليم بالقلم هو توثيق المعلومة بعد استقراءها من اللي حولك. فعلى سبيل المثال أنت التقطت معلومة معينة، شعور معين، كتبت، إذا توثقت الشعور ليصل للآخرين. هناك عاد ممكن تكون مهارة القراءة كقراءة الكتب، فك رموز الحروف كان باللغة الإنجليزية العربية وغيرها. فبالنسبة لي أنا بسرق منك كلمة الاطلاع. الاطلاع أجمل وأشمل من موضوع يعني إني أقول قراءة، لأن الناس جيل مطلع جدا، اطلاع بمعارف الناس. يعني أجدادنا مثلا ما كانوا مصطلح قارئ، ما كان قارئ لكتب مثلا على سبيلهم ممكن، لكن تجربته في الحياة تختصر لك 10 كتب لشخص كتب مثلا وأكثر. فالاطلاع على تجارب الآخرين، فهم الناس، حديثهم، محاضرات، أشياء سمعية، كل حواسك ممكن تكسبك معلومة معينة بطريقة أو أخرى. لكن كمشروع أكاديمي أو من منطلق أكاديمي، نعم أنا أحبذ وأنك تقرأ قراءة رموز من الكتاب، لأن كتاب موثق لتجربة أو ما شابه في الماضي. صراحة أستاذ الحديث معك جدا رائع، والوقت شكرا. يسرقنا. شكرا لك الكاتب راشد بن مبارك الهنداسي، كذلك شكرا لكم متابعين الكرام على المتابعة، على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى معكم في حلقة جديدة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.